يا مساء البومبار. مساء البومبار، ايوه مساء البومبار حضرتك. الناس اللي بتحب البومبار زي هيقولوا مساء مليون بومبار. انا من الناس اللي بتعشق البومبار، بعشق البومبار، بموت فيه كده موت، بدوف يدوب. بس في مشكله عندي بسيطه، ان انا ما بحبش اكله غير لما اكون انا اللي منضفاه بايديا بصوابع العشرة دول، اتاكد ان هو بقى قشطه وفله كده وبيبرق، ولا ليه ريحه ولا ليه اي حاجه خالص. يعني ما ينفعش ان انا اكل البومبار ده من ايد حد مثلا مش ذو ثقة، مثلا يعني حد يكون مش ذو ثقة، لازم اكون بصوابع العشرة او من ايد حد شفته بينظف الطيور او اللحوم او الحاجات اللي بيبقى فيها زفارة او روايح مش حلوة. يعني بيبقى ايه، حد كده ايه زي ما بيقولوا داية ومشطة كده زي ما بيقولوا عليه، بينظف الحاجة دي نظافة فظيعة. انا في نظافة الطيور وفي نظافة اللحوم وفي نظافة الحاجات اللي ليها زفارة انتوا مش متخيلين نضيفة ازاي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ما بسيبش شعرايه ولا ريشه ولا الكلام ده خالص في اي حاجه من الحاجات دي. فطبعا انا هنا طلبوا مني البومبار، فقلت يا رب ايه ده، إيه هفضل بقى انضف فيه. كنت الاول بفضل انضف فيه وامسكه بالسكينه يمين وشمال وافضل اكرت فيه على الكونتر بتاعي ولحد ما يبان لي صاحب. فالطريقه بقى اللي انا عملته بيها دي اللي انا هعمله بيها دي، انتوا مش متخيلين، نضفت الكيلو ونص في 10 دقايق تقريبا. والعشر دقايق دول تقريبا اخدوا مني، يعني تاخدوا مني في قلبه وانا بقلبه، هو تاخدوا مني في الوقت ده. عايزه اقول لكم عملته بطريقه سهله وسريعه ويعني انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. انا علاقتي عامه بالبومبار وهو امعاء شغاله كده في بطن الحيوان حاجه، وعلاقتي بيه بعد ما تنضف وجالي عشان خاطر اكمل عليه نظافه حاجه تانية خالص. عندي بقى البومبار كده زي ما انتوا شفتوا معايا، ببتدي ان انا اقلبه بالطريقه دي. شايفين بمسكه بصباع بايدي، صباعي السبابه والابهام، عندي السبابه والابهام، صباعي السبابة والإبهام. السبابة اللي احنا بنقول بيه التحيات، والإبهام اللي هو التخين الصغير اللي جنبيه، وبالأوسط بصباعي الأوسط اللي هو في النص، ونبتدي ندخل بيه الحبل بتاع البومبار ده. يعني همسك طرف البومبار بالسبابة والإبهام، والبقيه الحبل او بقيه البومبار اللي تحت هبتدي ان انا بالصباع الاوسط ادخله جوه اللي انا ماسكاه بالسبابه والابهام زي ما انتم شايفينه. ودي طريقه سهله وسريعه. وفي طريقه تانية ببتدي اقلب حته صغيره كده، حته صغيره، وابتدي ان انا اكمل التقليق القلب بتاعه بالميه. في اول الفيديو شوفوها معايا. يعني انا عملت الطريقتين اللي هي بالصوابع السبابه والابهام والاوسط، وطريقه تانية بالميه، بقلبه بالميه، ببتدي ان انا احط حته تقيله كده، وابتدي ان انا الميه تكون شغاله على التقيله اللي انا حطيتها جوه البومبار، وابتدي ان انا انزل الحبل بتاعي واحده واحده. بعد ما قلبته كله هعصر عليه ليمون وملح بس، ما تحطوش خل. الخل يا جماعه بيلزق الزفاره في الحاجه، ملح وليمون بس. بعد الملح والليمون هجيب الكب عندي وهجيب السلاح اللي هو البلاستيك. السلاح البلاستيك هو تحط السلاح اللي هو المعدن الحديد، عشان خاطر هتروحوا في حتة تانية. والبومبار بقى غالي جدا يا جماعة، مش رخيص فحرام. السلاح البلاستيك هتشوفوه معايا دلوقتي. انا ابتديت ان انا حطيته بالغلط، فابتدي شايفين السلاح البلاستيك ده، حطوا الاول السلاح وبعد كده حط عليه البومبار. انا حطيت كميه كبيره، ما تحطوش كميه كبيره، يعني الكيلو ونص اعملوه على 3 مرات، كل نص كيلو في الكبه، عشان خاطر ما تدلدقوش على الخلاط بتاعكم. والخلاط بقى، الخلاطات بقت مسافره اسعارها، يعني مش هنعرف نعوض، ومش هنعرف نعوض الحاجه بتاعت زمان كمان اصلا. وابتدي ان انا اقفل الكبه عندي زي ما انتوا هتشوفوا كده. بصوا هيطلع حاجه تانية خالص. انا كده بقى قلبي يطمئن ويرتاح ان انا، شايفين بقى اللي طلع، شايفين بقى، الله على الحمار، اللون البينك الوردي ده فظيع فظيع. شايفين بقاش فيه يعني حاجة خالص، بسم الله ما شاء الله.
شايفين؟ بجد التكنولوجيا والحاجات دي سهلت علينا حاجات كتيرة قوي، وربنا يجازي كل خير اللي بيعلمنا الحاجات الحلوة دي وبيعرفنا ومش بيبخل على غيره بالمعلومة. انا ما بحبش ابخل على غيري بمعلومة ابدا. لما حد بيجي يسألني على حاجة انا جايباها بقول له منين وبكام والوقت امتى وتروحي تشتريها امتى وتجيبيها حلوة ازاي ونضيفة ازاي انا ما بحبش ابخل على حد بمعلومة، لان انا ما جبتهاش اصلا من بيت اهلي. انا يعني ربنا اكرمني او عرفني حاجه زي كده، فانا ابخل ليه على غيري؟ ما تبخلوش على حد في اي حاجه يا جماعه. شايفين الفرق بين البينك ولون البودر التاني ده؟ شايفين الفرق بين اللون المصفر واللون البينك اللي يعني اللون شايفين اللون ده؟ شايفين بقى ده هيطلع ايه في ايديا؟ شايفين؟ شايفين مطلع كمان كتير. انت هتشوفوا دلوقتي، مش باين، هتشوفوا دلوقتي. ده اللي لسه ما اتضربش في الكبه بتاعتي. شايفين اللي بيطلع؟ مش عارفه الصوره مش جايباه قوي بس هتشوفوه. شايفين؟ ده حاجه بسيطه يعني. هوريكم بقى اللي انا ضرباه عندي في الطبق الستانلس ده. هغسل ايدي بقى وهوريكم اللي انا ضرباه في الكبه، اللون البينك القمر ده. شايفين بقى؟ اصلا شايفين هو لونه ابيض ازاي؟ الميه اللي تحتيه لونها بيضه. اتاكد ان الميه شايفين بقى بشده جامد. على فكره انا دايسه بضفري اللي هو الصباع الابهام ده، دايسه بضفري جامد. ما طلعش اي حاجه خالص، بيطلع ميه بيضه. شايفين؟ جربوه بالطريقه دي وباذن الله هتعجبكم. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتسيبوا لي تعليق حلو زيكم وتدعوا لي دعوه حلوه. كل سنه وانتم طيبين. هنزل لكم فيديو تاني بقى وانا بحشيه وهعمله كرات بمبار فظيعه.